بسم الله الرحمن الرحيم. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالإجماع وبرئاسة المستشار مرتضى منصور بالاعتذار عن مباراة السوبر بالإمارات أمام النادي الأهلي. وما هي الأسباب؟ يا أشرف بيه صبحي وزير الرياضة، ويا جمال بيه علام رئيس الفساد الكرة في مصر، مش رئيس اتحاد الكرة في مصر، ومعالي المستشار عادل بشربجي رئيس لجنة التظلمات والتحقيقات، وأسامة كلابن تمر هندي في اتحاد الكرة. ليه نادي الزمالك اعتذر؟ أولا، عقوبة كهرباء، إيقاف 12 مباراة. مباراة كانت في شهر 2 أو 1 على ما أتذكر. العقوبة بتتعمل بعدها بشهرين في شهر 4، 15/4. طلع النادي الأهلي يوم 18/4 برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيهدد بالانسحاب، وعمل استئناف على عقوبة كهرباء. طلع عادل بالشرباجي رئيس لجنة التظلمات قبل الاستئناف بتاع كهربا وبيحقق في الموضوع، وصرح ان كهربا يلعب عادي لحد ما يخلص الاستئناف والبث في حكم اخر. هنا اعترض نادي الزمالك وحق نادي الزمالك، واللائحه بتقول كده. سنه 2021 2/5/2021 بالظبط زي دلوقتي، نفس التاريخ. امام عاشور في مباراه السوبر ايقاف 8 مباريات، شيكابالا ايقاف 8 شهور. الزمالك عمل استئناف، عقوبة شيكابالا تخفضت ل8 أسابيع، وإمام عاشور فضلت زي ما هي. سوري، إمام عاشور لما فيديو اتسرب وهو بيشتم فيه، زي الفيديو بالظبط اللي كهربا كان بيشتم فيه. عملت إيه؟ قلت إن كهربا يلعب عادي، والناحية التانية قلت إن إمام عاشور ما يلعبش عادي وما ينفعش يلعب. طب إيه اللي حصل؟ الزمالك التزم بالتعليمات وإمام عاشور ما لعبش ال8 مباريات. اما في الناحيه الثانيه كهربا بيلعب عادي وسافر مع النادي الاهلي على سن يلعب ماتش السوبر، ولا كاني في قرار وفي لائحه وفي نظام ماشيين بيه، وطبعا كله تحت رعايه اتحاد الفساد في مصر. النقطه الثانيه، قلنا ايقاف الشناوي 3 مباريات وايقاف عبد المنعم 3 مباريات. قال لك دي بطوله غير البطوله، ازاي؟ مانيش عارف، لكن لو على نادي الزمالك هتتحسب العكس. ومش دي المشكله، انا مشكلتي الابرز كهربا، لان كان بالظبط عندي زيها مشكله مع امام عاشور بتاعت امام عاشور، وان الناحيه التانيه بتاع الكهرباء ما اتطبقتش. فهل مين الغلط، احنا ولا انتم؟ احنا عايزين حق نادي الزمالك فقط لا غير. وفي البيان اللي اصدره مستشار مرتضى منصور برئاسه نادي الزمالك بعد خطاب اتحاد الكوره، ترد علينا بعد 60 دقيقه مش ساعه، واحنا طبعا عارفين الساعه بتروح فين. قال لك في اخر الخطاب الطويل اللي الكل قرأه: سنلتقي قريبا امام الفيفا، سنلتقي قريبا امام الفيفا. وطبعا عارفين بعد اعتذار نادي الزمالك اتحاد الكرة ومصر كلها خسرت ازاي في مباراة زي دي كتسويقيا وككل حاجة. بيراميدز، اتحاد الكرة اعلن ان بيراميدز هو اللي هيلعب مكان الزمالك بصفته هو كان تاني الدوري. ولكن ما هي المقاومات اللي بيراميدز راح عليها؟ تذاكر الطيران رايح جاي على حساب اتحاد الكرة، إقامة في الإمارات على حساب اتحاد الكرة. نادي بيراميدز لم يتحمل أي تكاليف سواء داخل مصر أو خارج مصر، كله على اتحاد الكرة. بل بالعكس، لو كسب هياخد المكافأة، ولو خسر هياخد برضه مكافأة. يعني بيراميدز رايح كسبان كسبان، عكس نادي الزمالك اللي كان حاجز طيران على حسابه وإقامة على حسابه وكل حاجة على حسابه. عرفتوا اللعبة ماشية ازاي؟ والقذارة في اتحاد الكورة ماشي ازاي؟ فأنا مع الاعتذار عن مباراة السوبر في الإمارات. ولو هنمشي على العقوبات على اللائحة اللي موجودة، الاعتذار عام وغرامة $500,000، والانسحاب عامين وغرامة 1,000,000. والزمالك اعتذر مش انسحب، وده اللي هنشوفه الأيام الجاية من بعض الأقاويل. حق نادي الزمالك مش هيروح. والزمالك تواصل مع محامي إيطالي شهير إن
إن هو هيدير محاكمة أو قضية الزمالك في الفيفا في هذه المرحلة. عاش نادي الزمالك وعاش والله حبه في قلوبنا، وكل الدعم في القرار إن إحنا منلعبش ماتش السوبر.